لنأتي نتكلم عن الأشياء التي أصبحت أكثر شهرة بيومنا هذا، وهو التقليد. التقليد ليس بشيء واحد فقط، أما الذي أراه أنه بكل شيء. لا أعلم أن عقول البشر أصبحت مبرمجة على هذا أم هم الذين يريدون هذا. مثلا اليوم رأيت أمامي شابتان جالسان بجواري وأنا أقرأ كتاب. تقول أحد الشابات بأني لقد اشتريت للتو موبايلا فاخرا وغالي الثمن، وبأن أيضا ستسافر برحلة إلى خارج البلاد في هذه العمر. وهنا المصيبة بأن صديقتها التي تنصت إليها ليس لديها القدرة على فعل كل ما تفعله هي. ذهبت صديقتها وتركت الشابة معلقة بتفكيري. سمعتها وهي تتكلم مع نفسها: كيف سأقنع أهلي بأن أسافر مثلها وليس لديهم القدرة على هذا؟ لكن العقل تبرمج بأن لماذا هي وأنا لا. وغير كل هذه الأمور من المال واللباس والموبايلات الغالية الثمن وحتى الزواج، الآن أصبح أكثر شيوعا وهو السوشيال ميديا. وهنا التقليد بها 100%. نرى بأن كل شيء متشابه، بطريقة اللباس، عمليات التجميل، طريقة الكلام، جميعهم متشابهين. وأيضا البرامج التي انشهر حديثا وهو الذكاء الاصطناعي، أصبح لا أحد يتقبل حقيقة. لولا كل هذا التقليد يكون بشيء مفيد كالصلاة، حفاظ القرآن، التمسك بالأهل والحفاظ عليهم، التركيز على المستقبل في الوقت الذي أبذل على هذه البرامج أفيد فيها نفسي في أشياء أخرى. بالأخير التقليد شيء مفيد، وليس لنسمح كل البشر بتفاصيل نفسه. بالتفكير والتعامل من الضروري أن يكون كل شخص منا مميزا وفريدا من كل الجهات. وبالأخير لا تقلد أحدا، بل اصنع عالمك الجميل المبهر.